ريحة خايبة طالعة من تحت الأرض. كان الحي كامل عامر بهاد الريحة، لدرجة أن السكان ديال داك الحي كاملين كانوا سادين السراجم وكيتسائلوا منين جات ديك الريحة القوية بزاف، وما كانوش عارفين باللي تحت رجليهم مقبرة جماعية ل 33 شاب. والفاعل هو هاد المهرج اللي كتشوفوا قدامكم في شيكاغو في السبعينات. ما كاينش اللي ما كيعرفش جون واين جيسي، راجل بكرش كبيرة وبضحكة واسعة وبسمعة نقية، مقاول ناجح وكيبني الديور، وعضو نشيط في الحزب الديمقراطي، وحتى المخابرات كانت كتثيق فيه لدرجة انه تصور مع زوجة الرئيس الامريكي شخصيا. ولكن هاد الشخصية كانت غير نص الحقيقة، النص الثاني هو بوغو، المهرج اللي كيمشي للمستشفيات والحفلات باش يفرح الدراري الصغار، واللي ما كان عارف حتى واحد هو ورا ديك الضحكة اللي مرسومة بالصباغة كاين وحش كيتسنى الظلام يطيح باش يصيد الضحايا ديالو ويجرهم لواحد القبو مظلم تحت دارو. هذاك القبو غادي يتحول لاكبر مقبرة جماعية عرفاتها امريكا في ديك الوقيته. فقبل ما نبداو كنقدم لكم راسي انا بدر هلال، كنحرج جوج فيديوهات في السيمانه. الا كنتي نتا ولا انتي اول مره كتشوفوني مرحبا بكم في العائله. فنبداو القصه ديالنا. باش نفهموا كيفاش وصل جيسي لهاد الدرجه من الساديه خاصنا نرجعوا للور. جون ما كبرش في ظروف عاديه، كان عنده اب سكير، كان قاسي وكيعيروا ليل ونهار باللي هو بنت وماشي راجل، وكيضربوا على اي سبه. هاد المعامله خلات جون يكبر وهو باغي يثبت العالم باللي هو راجل مثالي وناجح، ولكن في الداخل ديالو كان كيكبر رغبه انتقاميه مرعبه تجاه اي شاب كيشوف فيه الضعف اللي كان كيعيروا به باه. في الستينات جيسي تزوج وبدا كيبني حياته، ولكن الفضيحه الاولى كانت فاش تحكم ب10 سنين حيت تعدى على واحد الشاب. ولكن الغريب هو خرج مورا 18 شهر بحسن السلوك. ميريكان عطاتو فرصه ثانيه وهو استغلها باش يولي مواطن مثالي اللي كيعرفوا كاع الناس، وباش يبدا رحله الحقيقيه من 1972 ل 1978. شيكاغو بدات كتعرف واحد الظاهره غريبه، شباب في مقتبل العمر كيختفيو، كيمشيو باش يخدموا وما كيرجعوش، اولا كيمشيو باش يشريو شي حاجه وما كيبقى يبان لهم حتى شي اثار. البوليس كان كيحسب لهم باللي غير هاربين من ديورهم، ما كانوش عارفين باللي كاين مغناطيس بشري في الحي كيجذبهم لعندو بالعود ديال الخدمه والفلوس، ومن بعد كيسد عليهم الباب للابد. الجيران بداو كيشموا شي ريحه خايبه طالعه من دار جيسي، الريحه ديال ولكن جيسي كان كيقول لهم باللي راه ما واقع والو، غير القوادس واقع فيهم مشكل، والدار مبنيه فوق مستنقع. وبما انه راجل محترم وفاعل خير كلشي كان كيكذب نيفو وكيتيق كلامه. حتى نهار 11 دجنبر 1978، هذا النهار كان نهار عادي في صيدليه نايسيل. روبرت بيست شاب عنده 15 عام، كان خدام تما وبغى يخرج مع السعود ديال الليل. قبل ما يخرج من تما قال صحابو جاني واحد العرض ديال الخدمه من عند مقاول ب$5 للساعه. غير باش تعرفوا هاد الثمن في ديك الوقيته في امريكا كان ثمن خيالي. قال لهم غادي نمشي نهضر معاه ونرجع. روبرت خرج وما رجعش للابد. الام ديالو خافت بزاف، والبوليس مشاو للصيدليه وسولوا شكون هاد المقاول. الجواب كان صاعق، جون واين جيسي. فاش مشاو عنده للدار جون استقبلهم بالابتسامه وكاس ديال القهوه. قال لهم والله ما شفتو، جيت نهضر مع مول الصيدليه ومشيت بحالي. ولكن جون نسى واحد الحاجه بسيطه، نسى ورقه الضمان اللي عطاها لروبرت، بقات في السطل ديال الزبل ديال الصيدليه. بناء على هذيك الورقه البوليس خداو اذن بتفتيش الدار ديال جون. ملي دخلوا كانت الصدمه كبيره، الدار كانت نقيه ومرتبه، ولكن الريحه كانت كتخنق، الريحه ديال اللحم كيتعفن ولا الريحه ديال جون كان كيبرر باللي القوادس خاسرين وباللي الماء ديال الشتا كيتجمع تحت الارض. البوليس ما لقاوش روبرت، ولكن لقاو شي حاجه اخرى واخطر، خاتم ديال المدرسه والتصاور ديال الشباب مختفيين والسوار ديال الطوموبيلات ما دياولوش. جون بدا كيحس بالحبل بدا كيتزير عليه، ولكن عوض ما يهرب قرر يدير اغرب حاجه ممكن يتخيلها العقل، قرر يتصاحب مع البوليس اللي كيراقبوه. لمده اسبوع كامل البوليس حطوا دار جون تحت المراقبه 24 ساعه. جون كان كيخرج عندهم، كان كيجيب ليهم القهوه وكيضحك معاهم، كان كيدي لهم العشاء وكيعاود لهم النكات. في وسط الهضره كان كيقول لهم عارفكم كتقلبوا على ولكن واش غادي تقدروا تلقاوهم؟ هاد اللعب بالاعصاب كان غرضه واحد، يبين لهم باللي هو تايق في راسو وما خايفش. ولكن في الحقيقه كان جون كينهار داخليا. واحد النهار فاش كان سكران مع البوليس قال لهم واحد الجمله اللي صدماتهم، انا داير بحال الجبل ديال الثلج اللي كتشوفوه فوق الماء هو غير 10% من الحقيقه المظلمه ديالي. نهار 21 دجنبر الضغط وصل للطوب. جون كان كيسوق طوموبيلته والبوليس كانوا تابعينه. فجاه وقف ونزل من الطوموبيل، مشى عند المحقق بابتسامه صفرا وقال ليه صافي عييت، روبرت بيست مات بيدي. المحقق تصدم وقال ليه فين هي
ديالو. جون جاوب بهدوء مرعب، قال لهم لحتوا في النهر ولا بغيتو جثات اخرين سيروا قلبوا تحت الدار ديالي وغادي تلقاوهم. من بعد ما اعترف جون باللي كاينين تحت الدار، البوليس جاو جرافات والات حفر صغيره، دخلوا القابو كان ضيق بزاف، الريحه فيه كانت بجهده وكتخنق ولا تحتمل. المحققين كانوا كيضطروا يلبسوا اقنعه الاكسجين باش يقدروا يتنفسوا. مع اول ضربه فأس في التراب بدات الحقيقه المره كتبان، عظام بشريه وجماجم وبقايا الملابس. البوليس كان كيحسب لهم باللي غادي يلقاو ولا جوج، ولكن الصدمه كانت فاش بداو كيجبدوا الاولى والثانيه والثالثه حتى وصلوا ل 26 جوج غير تحت ارضيه الدار. كيفاش قدر هذا العدد كامل بلا ما يغوت فيهم حتى شي واحد؟ المحققين اكتشفوا الخدعه الشيطانيه اللي كان كيدير جون. كان كيقول لهم انا مهرج، كيجيب الشباب لدارو، كيوريهم الاصفاد، كيقول لهم باللي هو كيدير خدع سحريه. واش نوريكم واحد الخدعه سحريه، كيركب لهم الاصفاد في يديهم، وبمجرد ما كيتسدوا كيتبدل وجه جون 180 درجه، الضحكه البريئه كتختفي وكيبان الوحش. وكان هم بالحبل ببطء شديد، كيعذبهم لساعات قبل ما ينهي حياتهم. هاد الساديه كانت هي المتعه الوحيده عند هاد المهرج المريض. كان كيفرش الجير باش يسرع التحفن ويحيد الريحه، وكان كيدفنهم تحت الدار بطريقه منظمه. ولكن فاش السرداب عمر ما بقاش فين يزيد حتى صبع، بدا كيرمي في نهر قريب من دارو. ومن بين الضحايا كان الشاب روبرت بيس اللي بسببه تفرقع كلشي. لقاو خاتم المدرسه في المجرى ديال الزبل، وهذا الخاتم هو اللي اكد باللي جون ما خلى حتى شي ضحيه تفلت من يده. حتى اللي كان كيسحب لهم باللي هربوا من ديورهم لقاو العظام ديالهم مدفونه تحت البيت النعاس ديال المهرج بوغو. الخبر نزل بحال الصاعقه على مدينه شيكاغو. الجيران اللي كانوا كياكلوا ويشربوا مع جون واللي كانوا كيصيفطوا اولادهم يلعبوا عنده دخلهم الرعب، والصحافه بدات كتسميه المهرج القتيل. العالم كله كان كيسول سؤال واحد، كيفاش راجل كيصوروه مع عائله الرئيس وعنده علاقات مع البوليس قدر يقتل 33 شاب؟ واش كان ذكاء خارق منه ولا كان غباء وتقصير من السلطات اللي عطاتو ضوء خضر باش يدير ما بغى؟ في عام 1980 بدات واحده من اشهر المحاكمات في التاريخ. جون واين جيسي وقف قدام القاضي والجمهور، وماشي كأي متهم خايف، بل كنجم جيسي حاول يستعمل كاع مهاراته في التمثيل باش يقنع المحكمه باللي هو راه مريض نفسي وعنده تعدد الشخصيات، وباللي المهرج بوغو هو وماشي جون المقاول المحترم. ولكن المحققين جابوا ادله ما كتخلي حتى مجال للشك. جابوا خرائط القبو اللي كان حافر تحت الدار، وعظام الضحايا، وشهادات ديال الشباب قدروا يهربوا من يده في اللحظات الاخيره. المحكمه بقات مذهوله من بروده الدم ديالو، حيث كان كيرسم رسومات المهرجين وهو جالس في قفص الاتهام بحال كيتفرج في فيلم ماشي في محاكمه حياته. بعد ساعات طويله من المداوله هيئه المحلفين ما خداش وقت بزاف. الحكم كان هو الاعدام، وماشي مره واحده، حكموا عليه ب 12 حكم اعدام و21 مؤبد. جيسي استقبل الخبر بابتسامه صفراء وبدون اي ندم. جون دوز 14 عام في الحبس وهو كيتسنى نهار الاعدام، وفي هذه المده دار شي حاجه اللي صدمات العالم كثر. بدا كيرسم لوحات فنيه للمهرجين وهو داخل الزنزانه ديالو، وهاد اللوحات تباعت بالاف الدولارات. ومن بعد الناس كانوا كيشريو فن مرسوم بيد سفاح 33 انسان. نهار 10 ماي 1994 وصل وقت جون واين جيسي دخل غرفه الاعدام بالحقنه السامه. قبل ما يموت سولوه وقالوا لي واش عندك شي كلمه اخيره، واش بغيتي تطلب السماحه من عائلات الضحايا اللي دمرتي حياتهم؟ جون شاف فيهم بكل احتقار وقال لهم جمله واحده بقات وصمه عارف تاريخه، قال لهم سيروا. هذه كانت اخر هضره قالها المهرج القتيل قبل ما يغمض عينيه للابد، وبلا ما يبرد غضيض الامهات اللي بقاو كيبكيو على اولادهم للسنوات. قصه جون واين جيسي ما سالاتش بموتو. هذا المجرم خلى العالم كامل يراجع حساباته مع المظاهر، للناس يعرفوا بلي الجار العزيز او المهرج الضاحك يقدر يكون مخبي وراه وحش ما كيرحمش. دار جون تهدمات تماما وتبنات فوقها دار جديده، ولكن الجيران والناس اللي ساكنين تما مازالين كيسمعوا القصص وكيحسوا بلي ديك الارض شربات بزاف ديال الناس ابرياء اللي غدر بهم المهرج الانيق اللي ضحك على العالم كامل بابتسامه مرسومه. فهنا كنكون وصلنا لنهايه القصه ديالنا، ونتشوفوا في الفيديو الجاي.